رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. الآن رمضان يجمعنا. قلت لك كتير عن افكار مختلفة لبرنامج رامز جلال، منها افكار قوية جدا ومنها افكار بتكون عبارة عن ملاهي زي افكار برامج رامز اخر فترة، وزي الفكرة اللي قلتها لك وهي فكرة المنطاد. ومش جاي النهاردة عشان اقول لك فكرة تانية لبرنامج رامز جلال، انا جاي لك عشان اعرفك شوية تفاصيل لبرنامج رامز اللي هقدمه في رمضان 2024. ونبتدي ونقول سلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة على قناة رمضان يجمعنا. انا عارف ان انتم مستنيين مني فيديوهات كتيرة خلال الفترة اللي جاية، ولكن انا بعمل فيديوهات على قد ما اقدر، لان التفاصيل اللي بتكون موجوده فهي بتكون تفاصيل ما بتكونش مستاهله ان اعمل لكم حلقه كامله عن الموضوع ده، لانها بتكون تفاصيل الكل يعرفها. وجاي لك النهارده بجميع التفاصيل اللي بدات تظهر لبرنامج رامز جلال في رمضان 2024. عايزك قبل البدايه انزل دلوقتي واعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناه وفعل زر التنبيهات عشان كل الحلقات الجديده توصل لك لحد عندك. مش حابب ان اتكلم كتير، هتلاقي في صندوق الوصف قناه سهره رمضان، اشترك عنده وقول له انك جاي من طرف قناة رمضان يجمعنا. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. رمضان أهلا حاولت اجمع لك معظم الملامح اللي بدأت تظهر في الفترة الحالية عن برنامج رامز اللي هيتقدم في السيزون الجديد. وقلت لك قبل كده ان رامز جلال جدد تعاقده مع قناة MBC مصر، وكمان جدد تعاقده مع الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. وكمان الفنان رامز جلال بدأ ان هو يجهز لبرنامجه، وحاليا بيتم الاعتماد على فكرة معينة من ضمن افكار كتيرة جدا بيتم اقتراحها على رامز جلال. لو انت ما تعرفش ان رامز جلال بيجيله افكار كتيرة، ومن ضمن الافكار دي بيكون في افكار قوية وافكار هو بيشوفها انها ضعيفة، ولكن رامز جلال بيشوف الفكره اللي تناسبه علشان يبدا التحضير ليها. انا قلت لك كتير ان رامز جلال هيعتمد فكره قويه في رمضان 2024 بالذات، لان رامز جلال لازم ان هو يقدم برنامج قوي عشان يحقق نجاح كبير جدا في سيزون رمضان 2024. لان هيتم عرض برنامج رامز وسط اعمال كتيره لفنانين كبار او لسه مش عارفين الملامح اللي هتكون في رمضان 2024 بخصوص المسلسلات، لان في احتماليه لاعمال كتيره بتتاجل واعمال كتيره بتضاف. نرجع لبرنامج رامز. برنامج رامز يقدر ان هو يتفوق في السنه الجديده في رمضان 2024 بنسبه كبيره جدا، انا متوقع كده، فلازم ولا بد ان هو يشارك بفكره قويه جدا. وبلد تصوير برنامج رامز جلال هي بنسبه 90% هتكون السعوديه، وافتكر كلامي ده كويس. وطبعا في ناس كتيره بتثق في قناه رمضان يجمعنا لانها بتقدم لكم اخبار موثوقه ومدروسه كويس جدا. وانا مش بقول لكم كده وخلاص، لا، قبل كده قلت لك حاجات كتيره جدا عن برامج رامز جلال في السنين اللي فاتت، وكل معلوماتنا كانت صحيحه. بلد تصوير البرنامج السنه دي هي السعوديه بنسبه كبيره جدا، وبرضه ارجع واقول لك مش بنقول بشكل رسمي، ولكن احتماليه كبيره جدا ان هي تكون دوله السعوديه. اما عن لون شعر رامز فهيكون باحتمال برضه ان هو اللون البنفسجي بنسبه كبيره جدا، واحنا اول قناه كنا توقعنا اللون ده، ودلوقتي باكد على كلامي واقول لك ان اللون ده اللي متوقع بشده ان رامز جلال هيكون عامله في رمضان 2024، لان رامز جلال ظهر بستايلات كتيره جدا، واخر ستايل ظهر بيه كان اللون الاصفر الذهبي واللي كان في برنامج رامز نيفر اند. وتعالوا ننتقل بقى على اسم برنامج رامز جلال لرمضان 2024. كلام كتير ظهر على المنصات، وكل الكلام عباره على ان رامز جلال هيكون رامز اوفر تايم. انا كلمتك قبل كده عن الاسم ده، ولكن مفيش مانع ان اتكلم معاك تاني، وكل ده عشان توصل لك المعلومه بشكل صحيح وهجيبها لك بشكل نهائي. رامز جلال عمره ما هياخد اسم على الميديا او منتشر اساسا، يعني الكلام ده محسوم ما ينفعش، وده لان الاسم بيكون متسرب. وفي بعض المواسم اللي قدمها رامز جلال كان هيظهر باسمه، ولكن تم تسريب الاسم ده، فرامز فاجئ الجميع اكتر من مره في كذا برنامج. اما غير الاسم اكتر من مره فمستحيل ان رامز يظهر برامز اوفر تايم في رمضان 2024. تعالوا بقى نعرف بقى مواعيد تصوير برنامج رامز جلال، وهنبتدي دلوقتي. في الفتره اللي احنا فيها دي بيتم عرض شويه افكار على رامز، وبعد ما رامز بيختار فكره معينه بيتم التجهيز للبرنامج سواء كانت معدات او خلفاته، وبيتم بدء التصوير من شهر 1 او شهر 12. انا كلمتك قبل كده ان رامز بيبدا التحضير من شهر 11، وفعلا حاليا بيتم التحضير للفكره، ولكن عن بدء التصوير فهيكون من بدايه شهر
شهر 1 وبينتهي التصوير في اواخر شهر 2. وكمان ممكن لو فكرة البرنامج قوية فمش بعيد انهم ينتهوا من تصوير البرنامج في شهر 3. ده غير ان في مونتاج للتصوير فعشان كده المدة بتكون طويلة، وكمان بيشتغلوا في المونتاج في شهر رمضان. رامز جلال بدأ ان هو يعتمد على حتة ايه اول حلقة في انه يجيب فنان مشهور ويعرض الحلقة بتاعته اول يوم رمضان، زي ما شفنا في برنامج رامز نيفر اند. اول يوم واول حلقة اتعرضت كانت للفنان محمد رمضان. رامز جلال بيشتغل على الحتة دي كويس عشان يشوق جمهوره للحلقات التانية، ومع كل ضحية بيكون في ردة فعل مختلفة. عايز اكلمك بقى عن حاجة قبل ما نختم حلقتنا. في ناس اتفرجت عن برنامج رامز نيفر اند وما عجبهاش البرنامج، والنص التاني عجبه البرنامج. وطبعا في واحد عجبه فكرة والتاني ما عجبوش الفكرة، ان البرنامج كان قايم على فكرتين، فكرة في المطعم الطاير وفكرة في المطعم التركي. طبعا برنامج رامز جلال على الارقام فهو حقق ارقام كبيرة وهو نجح برضه، بس في البعض من الناس ما عجبهاش البرنامج، ولكن في ناس كتيرة جدا عجبها برضه البرنامج نجح. اقول لك نجح. فمش عايز الناس كلها تقول او تظلم رامز جلال على حتة ان رامز جلال في رامز نيفر اند كان برنامج سيء. لا، كان برنامج كويس. وعلى توقع برضه في رمضان 2024 ان رامز جلال يعمل فكرة جديدة ومختلفة برضه تحفز الناس اكتر وتخلي الكل يشوف حلقات، لان برضه في سيزون رمضان 2024 احتمالية كبيرة جدا ما يكونش فيه نجوم كتير، فبرضه الساحة هتكون موجودة الرامز ان هو لو عمل حاجة كويسة كل الناس هتتابعه. ولو عجبتك الحلقة انزل دلوقتي في الكومنتات وقول لي عايز الحلقة اللي جاية عن ايه، وقول لي برضه رأيك في حلقة النهاردة. كان معاكم أنا فويس اوفر مصطفى صبري من قناة رمضان يجمعنا. انزل دلوقتي واعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناة وفعل زر التنبيهات عشان كل الحلقات الجديدة توصل لك لحد عندك. اشوفك الحلقة اللي جاية والسلام عليكم.